اهلا وسهلا. نفسي اخلص السلسله دي. ما نفسكش انت كمان؟ ما زهقتش من تطوير الذات؟ ما زهقتش وانا عمال اطور فيك كده؟ تطور صح ولا حاجات تانية اللي بتتطور؟ اتكلم بأدب يا ولد. اتكلم بأدب يا ولد. ما تخلينيش ازعل منك من اول الفيديو ونتخانق. المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ يا رب تكون كويس. اهلا وسهلا، ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن اجراح كتير. كل جروح، كل وجع، كل قول لي. اصل انا حاسس النهارده صوتي حلو فجاي اغني معاك. اسكت، قصدك تسكت. الحنك دي ما يتكلمش. بس اكمل الفيديو يا اسطى بقى، انا اسف والله بحاول اهزر معاك، انت مش هسمع الكلام. هسمع الكلام ليه؟ هو اللي انا بقوله ده حشتني والله. بص يا سيدي، في نوع جرح مش بتشوفه في المرايه لكن بتحسه في قلبك كل ثانيه. جرح لما بتيجي تبص لنفسك تقعد تقول لنفسك انا السبب، انا اللي ضيعت، انا اللي بوظت. يمكن بتحس انك انت جرحت شخص بيحبك، يمكن اخدت قرار غلط في وقت مهم، يمكن ما وقفتش لنفسك لما كان لازم تقول لها ما ينفعش، لما تخون مبدأك، لما تكسر وعد قطعته مع نفسك، لما تضيع فرصة من ايدك كنت عارف ومتأكد انها هتغير حياتك. مش بتبقى محتاج ان حد يعاقبك لانك انت الحكم والجلاد والسجين، وساعتها بتحس انك انت سجين جوه دماغك، بتحاكم نفسك وتحكم عليها وتنفذ العقوبة. السؤال بقى، هل ينفع تسامح نفسك؟ هل ينفع تبني سلم وجسر كده يبنيك من جديد؟ النهاردة انا مش بس هقولك انه ينفع، انا هقولك ازاي تمسك ايدك دي وتطلعها من السجن. اول حاجة عايز اقولها لك، هو ليه اصعب انسان نسامحه هو نفسنا؟ هو ده اصعب انسان بتسامحه لانك مش بتقدر تهرب من نفسك. اي مكان بتروحه هي معاك، اي لحظة تحاول تهرب من نفسك بيجي صوت جواك يفكرها، لاننا بنعيش مع نفسنا 24 ساعة في اليوم. اي غلطة بتفضل معاك مش بتقدر تهرب منها، ومع كل مرة بتفتكرها الاحساس بالذنب بيتضاعف. ايه الفرق بين غلط حد تاني وغلطنا احنا؟ غلط الحد التاني انت باختيارك وبايدك تنساه، لكن غلط منك بيقعد جوه دماغك كأنه فيلم عمال يتعاد معاك كل يوم، وده بيخلي نفسنا بعلاقتنا تتكسر، وبنبدأ نشوف نفسنا مع نفسنا ان هو ده ألد أعدائي مش صاحبي ابدا. لما حد بيغلط فيك عندك الاختيار، تبعد، تتجنب، تطنش، ما تشوفش من نفسك، مش واخد بالك، لكن نفسك هي في وشك طول اليوم وطول الوقت. واللي يزود الوجع ده دلوقتي ان انت دلوقتي حالا عمال تفتكر كل اغلاطك وكأنها بتحصل دلوقتي، كأنك عايش في اليوم الغلط كل يوم. عايز اديك كده مثال واقعي شويه. تخيل كده معايا شخص كان عنده فرصه انه يقدم على وظيفه احلامه لكنه اجل وفات الميعاد. كل ما يشوف اعلان الوظيفه او يسمع عن اسم الشركه يرجع يعيش نفس الندم، مش لانه مش عارف يتقدم فيها تاني، لا، لانه ما سامحش نفسه على ضياع الفرصه الاولى. جلد الذات، السجن اللي احنا بنبنيه بايدينا لنفسنا. في فرق بين انك تحاسب نفسك وانك تجلد نفسك. المحاسبه بتقف قدام الموقف، تعترف وتتعلم وتتغير. جلد الذات تفضل تعيد وتزيد وتكسر في نفسك لحد ما تخسر الثقة فيها. المشكلة في جلد الذات ان انت تبقى فاكر انك بتعاقب نفسك علشان تتغير، لكن في الحقيقة انت بتهد نفسك، بتقفل الباب في وش اي فرصة تانية ممكن تغيرك. زي ما واحد وقع في حفرة بدل ما يحاول انه يطلع منها، لا، بيحفر اكتر. ازاي تبدأ بقى تتصالح كده شوية مع نفسك في الامور دي؟ اعترف بالغلط لكن ما تبقاش قاضي وجلاد، اعترف بيه بس من غير ما تجلد نفسك. الاعتراف بالغلط مش معناها جلد، لا، اعتراف اني انا اعترف اني غلطت وانا المسؤول وهتصرف، بس اياك تضيف عليها وانا انسان وحش وما استحقش وانا حاجه مش كويسه ولا استاهل اي حاجه كويسه. ده حكم مش بس جلد ذات يا اخويا، لا، ده اعدام على نفسك. افصل اللي حصل عن شخصيتك. يعني ايه؟ انت مش غلطتك، انت شخص عادي زي اي حد عمل غلطة. الغلطة دي لا تحدد قيمتك ولا انسانيتك. لو حكمت على نفسك بأسوأ يوم في حياتك عمرك ما هتشوف الايام الحلوة. حول الغلطة لدرس واكتبه، اكتب ازاي هتصلحه. امسك ورقة وقلم، عارف، اكنك بتخطط ازاي تحل قضية. ايه اللي حصل؟
ايه اللي كنت حاسس بيه؟ ايه الحاجات اللي كنت ممكن المفروض اخد بالي منها واعدلها؟ ايه اللي طنشته وخلى الغلط يحصل؟ ايه الخطوات اللي تخليني ما اكررش الغلط ده تاني؟ لما الغلطه بتتحول لدرس بتخرج من انها كونها يبقى عبء عليك لحاجه تنمي فيك وتخليك حاجه احسن. اسمح لنفسك لو سمحت انها تتصلح بوقت، بشويش، مش على طول، لان الثقه في النفس بتيجي بخطوه بخطوه مش فجاه. خد اول قرار انك هتصلح علاقتك بنفسك يا سيدي. التزم بالعادات الصغيره اللي بنقولك عليها في الفيديوهات اللي فاتت. حقق الوعود اللي انت كنت بتكتبها برضو من الفيديوهات اللي فاتت. كل خطوه بتحصل فيها حاجه من الحاجات دي بتقول لنفسك وبتشوف انك بتتغير وبتقول لها انا بتغير. ثقه مش هترجع في يوم، عشان انت عارف كويس قوي انك بوظتها على مدار سنين. فزي ما بوظتها على مدار سنين هتاخد وقت تاني علشان تبنيها. وما تنساش تحدد الخطوات الصغيرة اللي تعملها كل يوم عشان ترجع ثقتك في نفسك. سامح نفسك بصوت مسموع. زي ما بتقعد تتخانق معاها بصوت عالي وتشتمها وتعلي صوتك وتهمل، بنفس الطريقة سامحها. اقف قدام المراية وبصوت عالي قول لها انا مسامحك ومصدق فيكي عشان اقدر اكمل. واللحظة دي مش سحرية ولا حتى عيب، دي بداية عقد جديد بينك وبين نفسك. واللي بنقوله دايما ودايما انا متأكد انك بتسمعه مش بس مني ومن الناس، حتى من نفسك. غير الكلام اللي جواك بكلام حلو. ما تفضلش دايما تقول لها انها غبية او فاشلة. غيرهم للأحسن عشان تعرف تبقى احسن وتلاقي ناس كمان تشوفك احسن. صعب احساس ممكن يحسسك ان انت انسان وحش وتكرهها وما تثقش فيها، ان ما يكونش جزء زعلك انك انت مش عارف تسامح نفسك. اصعب حاجة ان الناس تفضل شايفاك بنظرة الغلطة، وده بيوجعك اكتر لسبب انك حتى لو اتغيرت بتحس ان الماضي هيفضل يجري وراك. فهنا لازم تفهم انك تسامح نفسك ده قرار شخصي مش محتاج اي تصريح من حد. اللي يختار انه يفضل حابس نفسه في نسخة قديمة منك مش مشكلتك، مشكلته هو، وهو يتصرف معاها. مش مهم كمان تقنعه، المهم تثبت لنفسك انك اختلفت واتغيرت. في النهاية بقى يا سيدي، تصالحك مع نفسك مش معناه انك بتمسح الماضي، معناه انك قررت انك هتمشي في طريقك وتروح لقدام من غير ما تشيل جثة الماضي او جثة الغلطة على كتفك طول الطريق وانت اصلا لسه شايلها. كلنا بنغلط لكن مش كلنا بنعرف نقوم. فانا جاي النهارده اقول لك قوم يا سيدي. الغلطات ما بتختفيش، لكن احنا نقدر نغير علاقتنا بيها. بدل ما تبقى حمل تبقى درس، بدل ما تبقى جرح تبقى علامة بتقوينا. وانت يا سيدي مش غلطة واحدة، انت قصة فيها فوق وفيها تحت. فاختار النهارده انك تبدأ فيها كده فصل جديد مع انسان احسن. فلو وصلت لهنا يا سيدي فانت قررت بجد انك تقوم. انت مش لوحدك، في ناس كتير حوالين العالم كله لسه بيبدأوا نفس الرحلة، وانا كنت واحد منهم، وممكن اكون في اي يوم واحد منهم وارجع للموضوع تاني عادي. او ممكن اكون اصلا بقول لك الكلام ده درس مني وانا ازاي عملت اللي حصل. ممكن اكون لسه شغال فيه كمان عادي، لسه ممكن اكون بحاسب نفسي بطريقة وحشة وبحاول اعدل من الموضوع وبسمع مني عشان انت كمان تسمع مني. لو تقدر بقى تقول لي في الكومنت انت هتسامح نفسك على ايه. اول حاجة مهما كانت حاجة صغيرة سامح نفسك عليها، والصغير هيجيب الكبير. ولو يا سيدي مكسوف انك تكتبه علني اكتبه في ورقة وابدأ. بس يا سيدي نيجي هنا عند نهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ان شاء الله تكونوا دايما بخير وبصحة وسلامة، والفيديوهات بجد بتفيدكم وبتغير فيكم. معاكم محمد صالح موكا. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اول باول. انا بحاول وهفضل احاول لحد اخر نفس فيا ان انا اتغير معاك، وانت كمان تتغير وتفتكر لي دايما حاجة حلوة، عشان عارف انك انت حاجة حلوة وتستاهل كل حاجة حلوة. ماشي يا حلو؟ اديني اهو قلت لك كلام حلو. يلا قوم اشتغل بقى. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد زي ده المرة الجاية.